كما ترون فرغم الأمطار ورغم الأجواء غير الملائمة فقد لبت أعداد غفيرة من المواطنين دعوة حركة 20 فبراير للتظاهر اليوم بالرباط وفي 70 مدينة أخرى في مختلف مدن المغرب. نتظاهر اليوم لنؤكد مرة أخرى على عدالة مطالبنا، نتظاهر لأننا نريد أن نؤكد للطبقة السياسية وللنظام الحاكم في المغرب أننا عازمون على مقاطعة الانتخابات، لأنه لا طائل منها. انتخابات غير مربوطة بالسلطة، انتخابات مجرد مسرحية هزلية لم تعد تفاصيلها تنطلي على أحد. نريد انتخابات حرة نزيهة وشفافة، ولكن أيضا انتخابات تفرز لنا حكومة تكون تملك كل الآليات التنفيذية، وهو ما ليس مطروحا حاليا في هذه الانتخابات. نوجه لها رسالة واحدة، هو أن حركة 20 فبراير اكتسبت مصداقية أكثر من التي لهم رغم الأموال التي تدرها عليهم وزارة الداخلية. نقول لهم أن حركة 20 فبراير تمثل اليوم المواطنين، وحركة 20 فبراير ليست حركة عدمية، هي حركة سياسية تريد السلطة أن تكون للأحزاب، ولكنهم للأسف يريدون أن يقتاتوا فقط من باقي المائدة.